اليوم ومن بعد تفكير طويل قررت نفسخ الكونطرا مع الحياة اللي ولات بالنسبة ليا مني مات ولدي بحال شي شيطان كيتسناني غير فوقاش نغلط باش يضحك عليا. لحقاش بغلطة مني ولدي فارق الحياة وتا دابا ما كاين مشكل، نصيفط راسي عند عزريل ونتهنى من هاد التأنيب الضمير ومريضنا ما عنده باس. ولكن كما كيقولوا الحاجة حتى كيكتبها لك الله عاد كتوقع. في داك اللحظة اللي بغيت نفني راسي سمعت شي واحد كيغوت برا، طليت بانت لي بنت، هبطت نشوف مالها وهي تجيني قرطاسة في رجلي. كيبان لي هاد النهار غنموت على يد شي واحد، ولكن انا ما بغيتش، باغي نفني راسي براسي ونخليها بعزها. داكشي علاش هزيت البندقية واللي كانوا فيها جوج قرطاسات وقابلت الباب كنتسنى الضحية. بمجرد ما شفت خليقته صيفط له قرطاسة للجنب. قبل ما نكمل الاحداث نعرفكم بعدا على هاد البنت وهاد الشخص كيفاش جاو لعندي. هاد الشخص سميتو غريك، كان عنده حسابات مع شي ناس فجا صفاها ليهم في المقبرة. أرن هاد البنت اللي سميتها إليزابيل جات تزور والديها اللي ماتوا بقصيدة مع عمها وصدفة غتشوفو وفي نفس الوقت غتصورو. كريس بالنسبة ليه هادي تقدر تصيفطو يغبر في الحبس فخاصو يصفي عليها. بدا بعمها ولكن هي قدرت تهرب لعندي ووقع هادشي اللي قلت لكم. المهم في داك اللحظة اللي تيريت فيه عرف راسو باللي مع شي واحد اللي خبرة، فقرر يفكها وديا. قال لي بما انك اخي البطل انت ما شفتيش وجهي فما عندي ما ندير بك، بغيتي نطبقوا الرجوله بيناتنا ونمشي بحالي بحال اللي ما وقع والو وتربح حياتك، عطيني داك البنيته الزوينه اللي معاك وانت غتهنى. ما عرفش باللي قبل بقسم كنت ديجا غنخسر حياتي بيدي بلا ما نحتاجو هو. بطبيعه الحال ما غاديش نوافق، ياك الموت فيها اللهم ندي معايا وحد نتونس به في الطريق وندي مع هاد البنت الاجر لعل وعسى تشفع لي يوم القيامه. وقبل ما نجاوبو قال لي عرفتي شنو، انا نعطيك مهله ديال نص ساعه تفكر مزيان قبل ما تولي مجزاره في هاد الدار وتقول لي ما عطيتكش فرصه. وبالفعل في داك اللحظه انا صيفطت البنت للبيت الاخر تجيب لي صندوق طبي وتعاوني نحيد هاد القرطاسه من رجلي. وحتى غريك بدا كيحبس النازف واخا ما حكمتوش مزيان ولكن جاتو الدقه في بلاصه حساسه. وباش نتجنب الغفله ديالو طلبت من البنت تجيب لي بولات من نفس البيت وهرستهم وشتتهم في الدروج، وهكا اي خطوه منه لعندي غادي تسمع الصوت ديالها. في داك اللحظه اللي كان السبات بيني وبينه بديت كنتهاود مع البنت. عرفت باللي هي يتيمه الاب والام وباللي كانت عايشه مع عمها اللي مات وما كانش كيعاملها مزيان. هادشي علاش ما تاثرتش ملي شافت هاد خينا كيتيري فيه. سولاتني شحال من قرطاسه بقات عندك وقلت لها مازال لي وحده، ولكن ثقي بيا محدو ما عرفش الذخيره ديالي بجهد الله ما غاديش يقيسك وغنخرجوا منتصرين. غير خاصك اي حاجه قلتها لك طبقيها، واولهم هي شريط الكاميرا اللي فيه تصاور وغنعطيه لك تخبيه في الطواليط باش الا قدر الله ما عشناش الشرطه تعرف الدليل. هنا غريك داك الساعات كان كيقلب في الاغراض ديالي حتى غيطيح على تصويرتي مع مراتي وولدي في الجيش. قول لي انت جندي على هادشي داير فيها حامي الشعب والوطن، ولكن نهضر معاك بصدق مراتك تيتيزه وما تستاهلش على بنت بحال هاديك تحرم راسك تشوف هاد النعمه مره واحده اخرى. وكون رواجل وخليني نفنيها ونوعدك حتى دليل ولا شبهه ما تبقى ضدك. خوك عنده 20 عام في هاد الحرفه ما تخافش. قلت له نقول لك واحد الحاجه وما يطلعلكش الدم، شتي هاد البنت والله لا قصتيها وحنا انا وياك هنا حتى نموتوا بالنازف ولا الشرطه تجي تفكنا وتبان قبالتي نطير لك الجلد هاد راسك. راك مازال ما عرفتينيش مزيان وكان جيتيني قبل بعامين مني كانت النفسيه مقاده وكارك دابا مكفن في قبر وكيرشوا عليك الزهر والورد. وهنا تعصب وحلف بالله حتى يشوه لي وجهي قبل ما يفنيني. وفي الجهه الاخرى واحد الشرطي كان دايز في الطريق حتى بانوا له جوج طوموبيلات واقفين في الشانطي. نزل بدا كيقلب بعينيه وجاتو غريبه وشك في شي حاجه. شنو هو السبب اللي يخلي جوج طوموبيلات واقفين في هذه البلاصه؟ بدا كيمشط المنطقه، وصل للمقبره وهنا غيبان له قبر مازال مفتوح. بدا كيعيط على المسؤول ديال المقبره ما واجبو تا واحد، وهو كان يشوف غير شويه غتبان له الجثه ديال عم إليزابيل مرميه ولكن ما شافهاش. وحنا في داك اللحظه كنا مازالين في نفس الحاله بجوجنا خايفين وشي ما قد زعما على شي. وهنا كريكا يلقى واحد الورقه في الارض وهي الرساله اللي كتبت لمراتي قبل ما نفني راسي، وبدا كيقراها باستفزاز. عزيزتي انا عارفك مقلقه عليا وهجرتيني بسبب الغلطه الكبيره اللي درت في حق ولدي مسكين، واخا فنيتو بالغلط ولكن نستاهل اي حاجه قلتيها ودرتيها في حقي. داكشي علاش قررت نتبعو تا انا، ويقدر هادشي يبرد عليك واحد شويه. تهلاي في راسك وداعا. قول لي انت طلعتي مجرم اكثر مني،
قتلتي ولدك وكتحن في ولاد الناس؟ ظريف انت صراحه. لعب لي على دمي ولقى النقطه الضعف ديالي. وخا انا الغلط اللي درته هو ما نظفتش الارضيه اللي كان كيلعب فيها ولدي متقشقيل اللي خلاه يعترف وحده فيهم ويجي على راسو ويموت، ولكن في الاخر فقدته بسبابي وما خاصنيش نبرر. وهنا قال لي كريك دابا انت باغي غير تمرضني، ما فنيتي راسك ما خليتيني نفني هاد البنت. واخا تكون كتفكر من العوره ديالك ما غاديش تاخذ بحال هاد القرارات. الله يخليك ولدي، خليني نكمل المهمه ديالي ونمشي بحالي، راني مازال باغي نعيش. وداك الساعه تحشي راسك حتى في قرقاره ما كاينش اللي غيهضر معاك ولا يديها فيك، وضرب قرطاسه في السقف. وهنا الشرطي سمع الصوت ديال الطلقه ورجع لطوموبيلته وخبر صحابو وقرر يقصد الدار اللي منها الصوت. ومن زهرنا انا في داك اللحظه كنت في الجهه المعاكسه كنحاول نهرب البنت من السرجم بلا ما يحس كريك، وهو كان حاضي الشرطي وضربه بقرطاسه وغيبه. حنا با جايبين خبار. وفي اللحظه اللي جات تهرب البنت شافها كريك ورجعت من السرجم، ولكن انا كنت مصوب لجهته. المشكله ان عندي قرطاسه وحده والسلاح اللي عندي غير ديال الصيد، وإلا زقلتو مشينا فيها ونتسمى ما درنا والو ومتنا على الخاوي. وهو متردد ديالي عرف بكل شيء وقال لي يلا بيلي وضيع داك الامل اللي عندك، عصر دماغك من داك الشيء اللي تعلمتيه في الجيج وتيري فيا. ما قدرتيش ياك؟ وموراها جبت السلاح وانا رجعت بحالي. هنا دخل داك الشرطي وربطو بدا عاوتاني كيستفز فيا وقال لي دابا ولات عندك حجه وحده اخرى، واش ماشي حشومه تضحي براسك وبهاد الشرطي الدريف باش ترضي البنت؟ دابا ما غاديش نرغبك، وكل ثانيه كدوز كتساوي العذاب ديال هاد الشرطي. وحد 10 الا ما شفتش البنت بعيني غادي يودع الحياه بسببك. وموراها بدا كيعذب فيه. حاولت نأنب له ضميره وبديت عليه دابا شوف انت ما غتستافد والو الا عذبتيه، بل غتزيد عليك غير المشاكل وانت باينه قلبك زوين ونشا. في الاول قول لي لا بلا ما تفرع لي راسي بهاد الهضره. وهنا عرفت هاد السيد باللي ما عنده ما يخسر وقررت نفكر في شي طريقه اللي نخدعو بها، ولكن الحس ديالو ما بقيتش كنسمعو. وباش نعرفو واش مازال كاين لتحت قلت له صافي اخويا راني عييت وما بقى لي جهد باش نزيد نكمل معاك هاد المسلسل، جاوبني باش نسلمك البنت ونتهنى وانا وياك. واخا هكاك مازال ما كنسمع الصوت. بديت هابط بشويه في الدروج وهو يبان لي صباطو محطوط في الوسط. كان داك الساعه قلب الدوره من السرجم وبغى يقولبني، ولكن زقني بقرطاسه وصدم على الزاج وطاح من الدروج. وانا بديت كنضحك عليه لحقاش الغباء ديالو خلاه ينسى ان الدروج فيهم الزاج، ودابا زاد فرع راسو وهادشي في صالحي. وصراحه وكا كنت بقيت غير ساكت لحقاش هاد الضحكه غتخليه يطبق واحد الخطه اللي جهنميه بقوه العصب. جا الليل وبقوه الارهاق والتعب حسينا بالنعاس وزيد عليا الالم في الضرابي اللي فينا، وكل واحد غمض واحد شويه. وموراها سمعت الصوت ديال الطوموبيلات على برا. انا فرحت لحقاش قلت اخيرا الشرطه جات، ولكن الحاجه اللي ما كنتش متوقعها هي مراتي انا هي اللي جات، بسبب انه هو اللي صيفط لها ميساج بالتليفون اللي كان لتحت. ودابا ما عندي حتى حل اخر من غير نستسلم. قال لي وشنو دابا كاين علاش نتعارفوا؟ مراتك الزوينه اللي كتبكي عليها هي ما بين يدي، مازال ما باغي تبدل رايك وتعطيني داك البنت خلاص. والا كنتي حتى هي باغي نضحي بها ما عنديش مشكل، شخص زايد ناقص. ما عرفت ما ندير في هذه اللحظه، وزيد عليها البنت كترغبني بواحد الطريقه اللي الا سلمتها لي ما غاديش تحيد لي مبالي على طول. والحل الوحيد هو نموت انا الاول باش ما نشوفش هذا الشيء. عطيت البنت البندقيه وهبطت لعنده وقلت له يلا دابا دير اللي بغيتي. بدا بيا انا الاول سبق مراتي، المهم هو ما نشوفش البنت كتموت قدامي. قال لي واش انت حمق؟ واش كاين شي واحد كيفكر هكا؟ وضربني رجلي وقال البنت يلا باني قبالتي الا بغيتي هاد الكوب اللي بقى عايش. وبالفعل هبطاتو في يديها البندقيه وفي اللحظه اللي بغيت يري فيها تفضوا. وهنا نقصت عليه وطعنته في عنقه، ولكن جا فيا قرطاسه بجنبي وقيل مت. انا غتعيط للشرطه واليزابيل جات لقدام الجثه ديالي وبدات كتبكي. شكرا على اي حاجه درتيها على قبلي، كنتي خايفه عليا اكثر من والديا وتمنيت وكنتي بقيتي عايش لحقاش ما لقاش حسن منك اللي ربيني، وربي يغفر لك. ونتمنى تكون شفتي ولدك دابا. حد لنا غيكون تسالى الفيلم وراني مازال عايش، داكشي علاش دير جيم وتسنى ما احسن. بيس.